بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم احنا في متحف وليد الناجم في الأحساء الجفر. ما شاء الله عنده الدلال الجميلة الحسوية هذه، يشرح لنا ايش انواعها وايش مسمياتها. نعم صحيح. هذا طبعا دقه نجديه، دله حسويه طبعا. إيه؟ من النوادر جدا، هذه تعتبر الحجم الصغير، هذه اللي هي المزل الحجم الصغير طبعا، حق اللي تصب الفنجان مباشره على طول. ما شاء الله. وبعدين تجيك اللي هي المصفاه او اللقمه الوسطيه، هذه طبعا تعتبر اللي هي بعد ما تصير في الدله الكبيره اللي هي الخمره هذه. وهذه الخمره الحجم الكبير الخمره هذه الدله، هذه جدا من النوادر. هذه قصتها انا شاريها طبعا وقت حرب الخليج، ذاك الوقت الحجم هذه كانت مصدر من الاحساء، وشريناها تقريبا، شراها واحد من تجار التراث ما شاء الله من الرياض لحيدر، وخذها ب 400 ريال. ورحت انا وقت حرب الخليج واخذت من عنده اول صومه حد ب 4000 وما اخذتها. ثاني صومه جيت بعد شهر وقال لي ب 8000، وبعدين قال لي ب 12000، اخذت ب 12000. هذه الدله طبعا حجم كبير، هذا من النوادر طبعا على وضعها الطبيعي. شوف ما شاء الله الغطاء حقها ما شاء الله. يسمونها اللي هي الدله الخمره الكبيره طبعا. خمرة. نعم. وبعدها تجيك اللي هي المصفاه او يسمونها اللقمه بالحسويه الوسطيه. وبعدها وعليها نقش ما شاء الله. ما شاء الله عليه. هذا طبعا شارينها من برا السعوديه، كان في واحد امريكي مسافر فيه برا واخذناها من عنده. طبعا كان في ارامكو يشتغل وسافر فيها. ما شاء الله. نعم. دلة جميلة أصلية. نعم أصلية على وضعها الطبيعي. وهذا طبعا اللي هي آخر واحدة اللي هي المزل اللي تصب في الفنجان وتقدم حق الضيوف الحجم هذا. هذه كلها دلال حسوية. حسوية قرانية دقة نجدية. قرانية دقة النجدية. نعم طبعا كلها أصل. سبب التسمية؟ قرانية على أساس قريني طبعا، صانع القريني من الحسا عندنا هنا. إيه؟ والدقة النجدية على أساس استخدمتها في نجد، وكل مطلوبة في نجد الأحجام هذه، والشكل هذا محبوب في المنطقة النجدية. والقرانية تجي قصات. تجي قصات لكن على حسب الصانع يعني، لأن شلون تجي أحيانا سخيفة، أحيانا تجي دقة عريضة، تجي على حسب القرط حقه. أحيانا يكون هنا في حزوز محزز، أحيانا يكون سادة، فتختلف. زي هذه شوف القرط حقها هذه تختلف عن هذه. إيه؟ على حسب الصانع. شوف القرط هذه حقها الكبيرة، هذا حجم كبير، شوف هنا حقها حجم كبير طبعا محزز طبعا. أصل فصل الدلة هذه شريناها تقريبا، طلعت من الحسا وراحت زي ما قلنا قبل شوي في نجد، وشريناها من نجد ورجعتها من الحسا. ما شاء الله ما شاء الله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا. الله يبارك لك. مقتنيات ما شاء الله جميلة. ابدا. الله يبارك فيك. طبعا الدله ما تكون على وضعها الطبيعي. ايه؟ عندك مثلا عندك شوف المسمار حق العقرب حق هذا كيف، في مسمارين، في احيانا تجي 3 مسامير هنا. ايه بعضها يجي 3. نعم تختلف على حسب الحجم الدله والصانع. واحيانا تختلف، يكون العقرب حقها قريشيه. في قبل شويه شفت الدله هذيك. إيه؟ هي نجديه لكن العقرب حقها قريشيه. يعني يجي عقرب ثاني ها؟ اي في عقرب ثاني اذا كانت الصانع مغير فيه اول شيء، ولا هو الاصل العقرب هذا الاصل. هذا العقرب هذا المعروف. العقرب هو اصلا ملامح الدله النجديه بالعقرب هذه وبالقرط، ونفس النصبه حقت الدله. والقصه هنا لاحظ ان الدله القصه حقتها هنا ما تجي مكسوره. لا ما تجي مكسوره، تجي مكسوره على القرشيه فقط. القرشيه. نعم. مش مكسوره معناتها هذه نجديه. نجديه وقرينيه. شوف قرينيه لاحظ كبيره نفس الشيء هنا. اي لا قصه من حني هنا يعني الطوفه اللي هي قاعد قرشيه هي اكثر شيء. الدلال الحسويه تجي قصات. نعم. ويجي على حسب اشكال عندك. خفه الدله لها دور، وعندك صناعه الدله لها دور. عندك يعني اكثر من صانع بالحس عندنا، يعني يمكن من 10 الى 16 صانع، وكل واحد له شكل، كل واحد له تصميم. نعم. طبعا عندك عليان ما شاء الله مشهوره، يحبون اهل الشمال اكثر شيء ما شاء الله. بنج ان شاء الله حق دلال عليان. وما شاء الله تقول المسميات هذه النجديه. نعم نجديه. يطلق عليها النجديه. نعم نجديه، لانها استخدمت في نجد اكثر شيء ومرغوبه في نجد. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك ما شاء الله.